تخيل دولة حجمها أقل من حي في مدينتك لكن تأثيرها أكبر من أي قوة عسكرية. الكنيسة، السياسة، المال، كل شيء موجود. الفاتيكان أصغر دولة في العالم لكن نفوذها ضخم جدا. والسؤال، إزاي دولة بالحجم ده تقدر تتحكم في قلوب وعقول ومقدرات مليارات من البشر؟ الفاتيكان مش حاجة جديدة، الفاتيكان تاريخها بدأ من المسيحية نفسها. سنة 1929 أصبحت دولة مستقلة، لكن قبل كده كانت الكنيسة بتتحكم بالفعل في أوروبا. سياسة، المال، الحروب، القداسة أكيد، لكن السياسة كانت لعبة شطرنج من قوى أوروبا كلها. البابا مش مجرد رجل دين، ده زعيم دولة صغيرة لكن أقوى من أي ملك أو رئيس. هو يقدر يغير قرارات شعوب، يؤثر في رؤساء دول، يشعل أو يهدئ صراعات. والسر السلطة الروحية. ناس تصدق إن كلامه من عند السماء، يعني لو حابب السمعة تساوي القوة المطلقة. الفاتيكان مش بس صلوات، في بنوك وممتلكات وشركات. ببساطة عندهم ميزانية بتتجاوز بعض الدول الصغيرة، يعني الدولة الصغيرة دي عندها أموال أكتر من بعض الدول الكبيرة. بيعملوا إيه بالفلوس دي؟ بيعملوا صيانة كنايس، أعمال خيرية، تأثير سياسي اقتصادي خفي على العالم كله. أرشيف الفاتيكان مليان بالأسرار، وثائق قديمة من قرون ممكن تعرف من خلالها تحركات الدول، خطط الحرب، فضايح البابوات. وبعض من الوثائق دي لسه ممنوع الوصول ليها، يعني لو حبيت تعرف كل شيء البابا يقول لك لا تلمس، نو تاتش. الفاتيكان صغير لكن عنده نفوذ عالمي، يتفاوض مع الحكومات، يغير سياسات بعض الدول، يحرك منظمات دولية. حتى أمريكا وروسيا والصين ما بيستهينوش بتأثيره. القوة مش في الجيش، القوة في الإيمان، المال، العلاقات. الفاتيكان أصغر دولة، أكبر نفوذ، تاريخ طويل من الدين والسياسة والمال. الحجم ما بيحددوش القوة، النفوذ والذكاء السياسي هما اللي بيغيروا العالم. أحيانا الدولة الصغيرة هي اللي تتحكم في أكبر القرارات العالمية والعالم كله يركع لها حرفيا. أشوفكم الحلقة الجاية.